على بعد 6000 كيلو و300 من الكويت. هنا أرض الصومال في مزرعة مجمع الكويت. الزراعة حياة للبشر، قومت حضارات ودول فقيرة صارت غنية ومنتجة. يمكن عند وايد ناس الشيرة عبارة عن ظل، لكن عند الناس آخرين هي عبارة عن أكل وشرب وسكن ومعيشة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. ما ألومك تكون الصورة الذهنية في بالك لما تسمع الصومال إنها أرض صفرة قاحلة ما فيها هالخضار، لكن هالأرض عولجت، انزرعت، بفضل الله أثمرت. بدعم وتبرع أهل الخير بالكويت اللي رووا عطش قطاع الزراعة في الصومال اللي يعاني طبعا من جفاف شديد، تم إنشاء المزرعة الوقفية للأيتام على مساحة 175 ألف متر. في هذه المزرعة الوقفية فيها 47 محمية زراعية، يعني تشتغل طول السنة، تطلع 14 منتج. وطبعا جزء منها يغطي الحاجة الموجودة داخل المجمع، و60% من الإنتاج ينباع بالسوق، وريعه يغطي باقي بعض التكاليف اللي موجودة داخل المجمع. وطبعا هذا توني ماخذه من هالمكان فريش، فلفل أخضر، إنتاج المجمع الكويتي في الصومال. أكثر من 14 منتج مطلوب ومرغوب في السوق تنتجه هالمزرعة، بجانب بعض الأشياء الموسمية. طبعا الشغل فيها طول السنة، عطائها مثل خضارها يزيد ما ينقص بفضل الله. لما سووا المشروع في عام 2014 كان الهدف منه الزراعة التنموية، يعني هذا المشروع مدر يشغل نفسه بنفسه. قبل ما تكون هذه المزرعة موجودة كان في وايد من المنتجات مو معروفة بالسوق أو غير متوفرة، لدرجة يقول لك في يوم من الأيام لما نزل لخيار السوق أول ما اشتروه الناس كانوا يطبخونه، لأن ما كان عندهم طريقة عمل هذا المنتج مثل السلطة ولا غيرها من الأشياء. لكن اليوم بعد ما كان غالي صار متوفر وسعره مناسب، وصارت طريقة الزراعة الحديثة الموجودة في الصومال منتشرة بعد هذه المزارع بفضل من الله ومنه. من هدوء الأرياف ومزرعة مجمع الكويت إلى زحمة الشوارع في العاصمة هرقيسة. لازم نعرف الفرق بين الصومال اللي عاصمتها مقديشو وأرض الصومال اللي عاصمتها هرقيسة اللي احنا موجودين فيها.
مكان موجود في الواقع، له حدود وعلم، لكن ماكو دولة في العالم لليوم معترفة فيها، وهذا سبب رئيسي بالوضع السيء اللي موجود. يعني تخيل دولة ما حد معترف فيها، شلون تتوقع حياة البشر اللي بالطبيعي تتأثر باللي يصير حواليها؟ باختصار هالديرة مناخها جاف، شوارعها تشيل السيارات والدواب، وشعبها حبيب ومضياف. من عاصمتها خل أشرح لكم بمثل هذه الدول شنو يكون دور الصندوق التنموي. دور الصندوق الكويتي للتنمية مختلف تماماً عن دور الجمعيات الخيرية مثل ما هو معروف عند وايد ناس. كونها مؤسسة تنموية يعني بجانب القروض الميسرة اللي تعطيها حق الدول أو المنح الفنية، تقوم بتدريب الكوادر الموجودة في هذه الدول علشان تمكنهم لمستقبل أفضل. من 61 ليومنا هذا دور الصندوق التنموي والإقليمي كان فيه خير للكويت وأهلها. حقيقة العلاقة بين دولة الكويت وبين جمهورية سومالي لاند علاقة وطيدة وقديمة، والإنسان الكويتي الذي يعتبر هو سفير الخير. دولة الكويت هي دولة محبوبة في لدى أهل الصومال. الشعب الكويتي الشعب الكريم الذي أحبه الجميع، نحبهم لله وفي الله على كرمهم وضيافتهم ووقوفهم بجانب المسلمين جميعا. حقيقة العلاقة بين دولة الكويت وبين جمهورية سومالي لاند علاقة وطيدة وقديمة، والإنسان الكويتي الذي يعتبر هو سفير الخير، وهي صباغة للخير حقيقة، يعني حكومة وشعبا. نرجع إلى جزء جديد من مجمع الكويت ما ودك تطلع منه. أصلاً كان المفروض آخذ خيار وطماط من المزرعة وجبن أبيض وأيهني. فريش من داخل. هذا هو مخبز الرحمة اللي يشتغل 24 ساعة باليوم 7 أيام بالأسبوع. ينتج هالمكان 6 أصناف يومياً، التوتال مالها تقريباً 10,000 صنف، لكن بالويكند يسوي 8 أصناف مختلفة ثانية مثل الفطير المشلتت، البسكوت، الشابورة وغيرها من الأشياء. مخبز الرحمة صاير داخل أسوار المجمع، علشان كذي الشغل هني تشوفونه فريش. عملية الإنتاج هني مو بس ما توقف، أصلاً يتفننون فيها كل ما صارت الفرصة. جودة المخبوزات يا جماعة بريميوم. هذا المخبز يغطي حاجة الطلبة بشكل يومي، بالإضافة إلى 350 يتيم، وباقي المنتجات تباع في السوق. برمضان يسوون منتجات خاصة مثل السمبوسة وغيرها من الأشياء، ويشاركون في مشروع إفطار صائم للطلبة والأيتام وأسرهم والفقراء والمحتاجين. فكرة هذه المخابز الوقفية اللي تغطي مبيعاتها جزء من تكلفة هذا المكان، فكرتها ناجحة.
عقب هذا المخبز سووا واحد ثاني في منطقة بورما، وعندهم واحد ثالث تحت الإنشاء في منطقة برعو. المخرج طلب مني أقص الخبزة وهي توها طالعة من الفرن، غشني بالبخار اللي داخلها واللي طبعا حرقني حزتها. مشكور أبو عمر، مردودة.